المجموعة الشمسية من أكتر الحاجات في الكون اللي مليانة ألغاز، وكل جزء منها فيه قصص ومعلومات تخليك منبهر بجمال الطبيعة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى على خلق كل التفاصيل المبهرة دي. وعشان كده قررنا إننا نتكلم عن كل حاجة في مجموعتنا الشمسية بالتفصيل، والبداية هتكون من كوكب زحل. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلك فيديوهاتنا الجاية كلها. كوكب زحل بيعتبر تاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية بعد كوكب المشتري، وده لأن قطر الكوكب حوالي 120.5 ألف كيلومتر، وده اللي بيخليه أكبر من قطر كوكب الأرض بحوالي 10 مرات، ومساحته من الداخل حوالي 40 مليار متر مربع، ده غير كتلته اللي أكبر من كتلة الأرض بحوالي 95 مرة. وبالبلدي كده احنا ممكن نحط جوه كوكب زحل أكتر من 700 كوكب بمساحة كوكب الأرض، فلك أن تتخيل المساحة دي كبيرة قد إيه. وبترجع قصة اكتشاف زحل للعصور القديمة والحضارات الأولى، وده لأن الكوكب ده زمان كان سهل جدا يتشاف بالعين المجردة. فمثلا الحضارة الإغريقية كانت أول الحضارات اللي اكتشفت زحل، وأطلقوا عليه وقتها اسم كرونوس، لكن بداية اكتشافه بالتلسكوبات كانت سنة 1609 عن طريق العالم اليوناني جاليليو جاليلي. لكن وقتها وبسبب ضعف التلسكوبات في الوقت ده، كان العالم جاليليو مفكر إن الحلقات اللي حوالين الكوكب عبارة عن أقمار جنب الكوكب، لحد سنة 1655 لما العالم الهولندي كريستيان هيجنز استخدم تلسكوب أفضل وقدر يفسر ساعتها وجود حلقات حوالين الكوكب ده. وفي سنة 1675 الفلك الفرنسي جيوفاني كاسيني قدر يفسر ان الحلقات دي مش متصلة ببعض، لكنها بتتكون من فراغات وفجوات بين الصخور والغبار اللي بيكونوا الحلقات. اما بالنسبة لأول رحلة استكشافية حديثة حصلت للكوكب فكانت سنة 1979 لما زارت المركبة الفضائية بايونير سطح كوكب زحل، ووقتها المركبة خدت شوية صور للكوكب. وفي سنة 1980 بدأت رحلة الاستكشاف التانية عن طريق المركبة فويجر 1، واللي قدرت بسهولة انها تجيب صور عالية الدقة لسطح الكوكب والأقمار والنجوم اللي موجودة عليه، ده غير المعلومات اللي جابتها عن القمر تيتان، وهو أكبر قمر موجود على سطح كوكب زحل. وسنة 1980 زارت المركبة فويجر 2 كوكب زحل مرة تانية، وقدرت هي كمان انها تجيب مجموعة صور مهمة جدا لسطح الكوكب ومكوناته. كوكب زحل كوكب غازي بالكامل، بيتكون من الهيدروجين والهيليوم، يعني مفيش أي مكان صلب على سطحه. وعشان نوضح النقطة دي أكتر، الكواكب في المجموعة الشمسية بتتقسم لنوعين: نوع فيه صخور وتربة صلبة زي كوكب الأرض وكوكب المريخ، ونوع تاني بيكون كله غازات ومية، ومن النادر جدا إنك تلاقي فيه جزء صلب، يعني الكوكب كله عبارة عن غازات ومية ومفيهوش أي يابسة. لكن وبالرغم من كده فالجاذبية فيه هي نفس جاذبية كوكب الأرض تقريبا، لكنه بيختلف عن الأرض في سرعة الدوران، عشان زحل بيدور بسرعة كبيرة جدا، وسرعة الدوران دي بتخلي طول اليوم على سطحه حوالي 10 ساعات و42 دقيقة بس، ده غير إنه محتاج حوالي 30 سنة أرضية عشان يكمل دورة كاملة حوالين الشمس، وده لأن المسافة بينه وبين الشمس بتوصل ل 1.4 مليار متر مربع. الجو العام لكوكب زحل بيعتبر من أكتر الأجواء اللي فيها عواصف واضطرابات. سرعة الرياح على سطح الكوكب ممكن توصل ل 1800 كيلومتر في الساعة، وده اللي بيخلي الجو عليه برد جدا، ده غير الأعاصير والعواصف اللي مش بتنتهي أبدا. دلوقتي بقى نيجي للسؤال المهم: إزاي حلقات كوكب زحل اتكونت؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده صديقي خليني أفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، دعمك ليا هيخلينا استمر في تقديم المحتوى ده بأفكار أفضل إن شاء الله. السؤال اللي كان شاغل بال العلماء هو إنه إزاي حلقات كوكب زحل اتكونت، وهل الحلقات دي كانت مع الكوكب من البداية ولا اتكونت مع مرور الزمن؟ من خلال دراسة طبيعة الحلقات دي قدر العلماء يوصلوا إن عمرها حوالي 100 مليون سنة، في حين إن عمر كوكب زحل أكتر من 4 مليار سنة. ومن هنا قدروا يوصلوا إن الحلقات دي ما كانتش مع الكوكب من البداية، لكنها اتكونت بعد تكوينه. فبدأوا يسألوا نفسهم يا ترى ازاي الحلقات دي اتكونت؟ في الفراغ الفضائي دايما هتلاقي حاجات كتير ملهاش مكان محدد، مثلا زي شظايا من بقايا انفجار نجم كبير، او شوية غبار من اي عاصفة قوية، او بقايا صخور من اي انفجار فضائي. وكوكب زحل وبما ان جاذبيته كبيرة بسبب حجمه الكبير بدأ يجذب الحاجات دي حواليه مع مرور الزمن، وبالتدريج المكونات دي كلها اتجمعت وبقت تدور حوالين كوكب زحل بسرعة كبيرة جدا. وبما انها بتتكون من صخور وغبار فهي بينها فراغات مش قليلة، والفراغات دي مع الضوء البسيط اللي جاي من الشمس هي اللي بتكون الشكل اللي بينور ده للحلقات اللي حوالين كوكب زحل. وعلى ذكر الحلقات دي، فوجود الحلقات دي ساعد العلماء كتير انهم يدرسوا كوكب زحل وطبيعة سطحه وجاذبيته، ده غير ان الحلقات دي عاملة زي حاجز حوالين الكوكب وبتحميه من اي صخور او اجسام ممكن تصطدم بيه، ده غير طبعا الشكل الجمالي اللي بتعمله الحلقات حوالين الكوكب. ومن ضمن اشهر الحاجات اللي بتميز كوكب زحل هي الاقمار. كوكب زحل بيحتوي على اكتر من 145 قمر، اهمهم واشهرهم قمر تيتان. القمر ده عملاق لدرجة انه بيتوصف بانه اكبر من
كواكب كاملة زي كوكب المشتري مثلا. وحاجة كمان من الحاجات اللي مشهور بيها كوكب زحل هي فكرة انه ممكن يطفو على المية، وده طبعا بسبب كثافته القليلة واللي هي اقل من كثافة المية. فلو تخيلنا اننا جبنا وعاء ضخم مليان مية وحطينا فيه كوكب زحل، الكوكب هيطفو على المية زي قطع السفنج بالظبط. وفي النهاية دي كانت كل معلوماتنا من اول حلقة عن المجموعة الشمسية. استنونا في باقي الحلقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.